تتمة الملف بما أنه أصبح رأي عام، فما يمكنش الإعلام ولا المنابر كما نقولوا يديروا تخيط الأفواه، يسكتونا. مثلا كل واحد عنده حق حرية التعبير، كل واحد حر يقول ما يحلو له، ولكن في واحد، انك تحترم واحد البلافوني، واحد البلافون ديال يعني يكون واحد تحليل راقي، يكون يعني ما فيش خالي من السب القذف، يكون واحد التحليل منطقي، واقعي، مقبول. كل واحد عنده الحق يقول ما يحلو له، او يعبر او يحلل. وبيان سور القضاء سيد الموقف، صحاب التخصص هما اللي راهم دايرين، ما غاديش نقولوا غادي يديروا، راهم دايرين خدمتهم في هذا الملف تاع المشغله والمشغلات. فيهم بزاف، يعني بصفه عامه. قلت كان شي خدامات او عاملات كيجيو يخدموا عند شي مولات الشي، ما كيعجبوش لاكارت ناسيونال هذه اولا، بدارعه انهم طاحت لهم، او مازال ما وصلوا السن القانوني باش يديروها او يصاوبوها، او نساو ما جابوهاش، كيبقاو ينسيو شهر مور شهر مور شهر. هادي راها كاينه عندنا حتى في الجهه الشرقيه، كاينه. زائد ما كيعطيوش السميه الحقيقيه ديالهم، كتعطيك واحد السميه اخرى، من تجي تبحث وتعمق كتلقى السميه ديال الحقيقه ديالها ما صرحتش بها، ما كتقولهاش. زائد العمر ما كيعطيوش نيشان، اللي كيخدموا في الديور ماشي كلشي بيان سور، حنا ما نعموش، ولكن كاين اللي ما كيعطيوش العمر الحقيقي. كتقول لك مثلا عندها 19 عام مثلا، او عشرينات، في الاصل هي تفوق. هذا جانب اخر، غادي يديروا لونكيت معمق، راه غادي، يعني ماشي انت مثلا كاعلام غادي تبرأ واحد الحاله وتتهم حاله، يعني خص المفروض تكونوا محايدين، ما تجي لا مع الحاله الاولى ولا مع الثانيه. يلاه نتوما كنشوفوا كتخرجوا في الملفات، يعني ما كانش الحياد، كتمشي غير مع واحد الحاله. مثلا الحاله تاع المشغله هذه، وحده كتدافعوا عليها، خليونا بانسانيا، راه انسانيا عاطفيا كاع الناس كتعرف التعاطف. الا جاو الامن يتعاطفوا يديروا الانسانيه، راه ما غادي يديروا خدمه، ما بقات خدمه. خص نغلب المنطق، الواقع، العقل، الموضوعيه، الانسانيه ابخي. راه بعض المرات او شي مرات ديك الصور او الجروح مصحوبه بالصور كتكون غير كافيه، يمكنش غادي نطيقوا حنا ونكذبوا الاخرى. هذا جانب اخر، غادي تكون واحد التفتيشيه في المحل ديال ديك السيده اللي خدمت الخدامه، يعني يدير واحد البحث عن الكاميرا ديالها. هذا الا ما بدلتهاش مزيانه تكون في الصالح ديالها، شوفوا كيفاش كان التواصل معها، كيفاش كان يعني المحادثات، التعامل، هذا البحث ديال صحاب التخصص. ولكن حنا من حقنا نناقشوا، ما يجيش شي واحد يقول لك يا ودي لا ما تقولوش هذه وهذه وهذه. من حقنا نناقشوا هذه الملفات او غيرها، بما انها وصلت للرأي العام فكلشي خصو يناقش. كاين المشكل. جانب اخر، من الملاحظات ديك اللي خرجت، بعد الله يشافيها، اي مغربي كيتعاطف كيقول، كيشوف مثلا خوه المسلم في ديك الحاله مثلا، كيقول لك اول حاجه الله يشافيه. ملي كيمشيو عند الله كيقول لك الله يرحمه. هذه راه عندنا حنا في يعني من الاسلوب اللبقه هادشي كبرنا عليه في التقاليد المغربيه والعادات والاعراف، وقريناه في الاسلاميات. ما تيجي واحد يعلمنا عاد كيفاش نهضروا. المغاربه بطبعهم متعاطفين. من الملاحظ اثناء الحكي ديالها، ولا بعد اول حاجه داك التصريحات ديال الاهل ديالها، سواء الخال او الجار او غير مقبوله، كتكون غير كافيه. سي نورمال مثلا تيمها غادي تدافع عليها، تجي من جهتها او اختها، او يعني كتكون غير منطقيه. من الملاحظ الفيغورا والوجه ديالها كيبان كبير من العمر ديالها اللي عطاوها، كتبان شي وحده دات وجابت في الدنيا، دات وجابت في الدنيا. يعني حتى لداك يعني التصريحات ديالها
ما فيهمش واحد العفويه، ما فيهمش واحد العفويه. كاين واحد التصنع، كاين واحد الا جينا كاع نناقشوا بهكا، راه يعني نحلوا بهذا المنطق، راه كاين ما يتقال. ولكن التخصص غادي يديروا كيما نقولوا الخدمه ديالهم احسن في هذا الجانب. ماشي غادي تخدموا غير مع واحد الحاله والحاله الاخرى كيما نقولوا وحده دافع عليها وحده طحن امها. ما عندكمش دليل لحد الان، ما كانش واحد الحقيقه حتى كيتبين. يعني خص تكونوا محايدين، نجيو حتى مع الطرف. مثلا وحده متضرره غادي تخسر عليها الله يشافيها، والطرف اللي اتهموها يعني غادي خصها يديروا معاها التحريات بين تبان الحقيقه عاد انسانيه. يعني ما يمكنش انت غادي تتبنى واحد الملف تخدم عليه، غادي تدافع على ديك السيده، غادي تمشي بطريقه بصيغه الانسانيه، وديك مولات الشيء غادي تبقى يعني تعطيها توجه لها اتهامات مجانيه وباقي على ما بانش، ما خرجش حتى بشي تصريح، ما خرجش حتى بشي تصريح. يعني خص يكون اسلوب الحياد. الحياد راه نفتقدوه، ما كانش يعني